السلام عليكم الإخوان. اليوم غادي نشارك معكم تجربة خاصة بزاف، تجربة فيها التحدي وفيها روح الحرفة الحقيقية. السطح اللي كنت خدام فيه هاد العقيقة ما كان صالح باش نعلق الخروف، يعني ما كانش عندي الإمكانية ندير السلخ بالطريقة الكلاسيكية اللي كيتعلق فيها الخروف. لكن الجزار المحترف ما كيوقفش على الظروف، بالعكس كيشوف كل صعوبة فرصة باش يبرهن على كفاءة ديالو. قررت نطبق السلخ على الأرض بطريقة معروفة في مصر، ولكن كاين فرق كبير بين الطريقة المصرية والطريقة ديالي. المصريين كيعتمدوا على النفخ والماء في السلخ، لكن أنا كنعتبر هذه الخطوة خطيرة من ناحية النظافة والسلامة الصحية، لأن الماء كيخلي الشحم والجلد يتبل، وهذه الرطوبة كتأثر على وجود اللحم وكتخليه عرضة للبكتيريا. باش نكون محترف حقيقي قررت نواجه التحدي بلا ماء. خدمت بتركيز كبير وبأدواتي النظيفة، وحرصت على كل الحركة تكون نظيفة ومحسوبة، لأن النظافة ماشي غير في المكان، النظافة راه في العقل وفي الطريقة وفي الإحساس بالمسؤولية. السلخ كان على الأرض كما كتشوفوا، ولكن النتيجة احترافية، نظافة ودقة في كل تفصيل. الخروف تسلخ بطريقة نقية، اللحم بقى جاف والجلد ما تضرش. وهنا كنأكد مرة أخرى، الاحتراف ماشي في السهولة ديال الخدمة، الاحتراف هو كيفاش تخرج بنتيجة مزيانة في ظروف صعيبة. ومن بعد ما كملت السلخ جات مرحلة اللي بزاف ديال الجزارة كيتفاداوها، هي مرحلة تنظيف الأمعاء. كاين اللي كيسيبها للزبون في الأرض، ولكن الحقيقة هذه مسؤولية الجزار المحترف، لأن الذبيحة ماشي غير اللحم، الذبيحة هي كيان كامل، وكل جزء منها كيطلب عناية خاصة. تنظيف الأمعاء ماشي عملية عادية، راها خاصها دقة، نظافة وصبر باش تبقى صالحة للاستعمال ومأمونة صحيا. الجزار الحقيقي هو اللي ما يخليش خدمته ناقصة، هو اللي يكمل العمل من البداية حتى النهاية، من الذبح إلى السلخ إلى تنظيف الأمعاء وإعادة المكان نظيف كما كان، لأن الزبون ما كيشريش خير الخدمة، كيشري راحة البال والثقة والجودة. أنا كنعتز نقول أنني كنخدم بحب وبضمير في هذه الحرفة، كنعتني بكل تفصيل في الشغل ديالي باش نحافظ على صورتي كجزار محترف، ماشي هاوي وماشي مستعجل، بل إنسان عارف قيمة المهنة، وعارف أن الأجر اللي كيتقاضاه الجزار ماشي غير على الوقت، ولكن على الإتقان وعلى النظافة وعلى الثقة اللي كيخليها في قلوب الزبناء. وفي الختام الإخوان، بغيت نقول كلمة لكل جزار: الاحتراف ماشي في الشكل، ماشي في سلخ خروف في 3 دقائق، الاحتراف في العقلية، في الإحساس بالمسؤولية، وفي الإصرار باش تكون الأفضل في أي ظرف، لأن الجزار الحقيقي ما كيتعذرش، كيتحدى وكيبرهن. والسلام عليكم الإخوة. وليني قول لي عجبتك ولا ما عجبتك؟ عجبتني. ها؟ عجبتني. كيف لك داكشي؟ ناضي. ها؟ ناضي. عمرك ما شتي شي بزاف بحال هكا كيصلحوا يشطح؟